فارس البلبيسي. احنا مطلبنا الرئيسي انه تنظيم البسطات، نعمل ممرات للمشاة وتنظيمها انها تكون منظر حضاري مش منظر عشوائي زي ما كانت عليه من قبل. ولم يتم تبليغنا انه في ازاله البساط الا من يعني سمعات عشوائيه سمعناها انه والله بدها تشيلنا الاماني هالشغله. وكان امبارح عندنا اجتماع مع مدير المنطقه واعطيناه الحلول تبعتنا شو اللي بدنا اللي طلبناها له. قلنا له عمليه انه تنظيم البساط كل واحد ياخذ مترين ويفتح طريق متر او مترين لممر المشاة وننظم حالنا وننظم. قال اقتراحكم انا من قبل موافق عليه، انا بدي احطه هاي بالصوره لامين عمان، ووعدنا اليوم الساعه 1:30 انه يرد لنا الخبر. وعلى هذا الاساس احنا متواجدين هون انه عمليه انه نرد الخبر. ساعه بقول له الساعه 3 بدكم تبسطوا وساعه كذا. يا عمي احنا اقول لك في يعني كانت اول في بسطات انه فيها زعرن وفيها ولدني، بس حاليا انا بحكي لك عن نفسي وعن غيري من اللي بعرفهم انه معظمهم عندهم اسر، عندهم عوائل بربوها، عندهم مرضى، عندهم كذا. اوكي الحكومه ما بتقدر تكفل بالشعب هذا كله، علني بحكيها الحكومه ما بتقدر تكفل بالشعب كله انه تعالجي فلان. الناس بدها تشتغل، الحكومه ما عندها ما بتقدر تفرض فرص عمل لجميع الناس. مزبوط ولا لا؟ حلول بديله، هي عندك الحل البديل تبع مجمع رغدان القديم طلع في عيوب في البنى. الامانه برضه بتخطئ، فيش انسان ما بيخطيش. فهمت علي؟ هاي الاساس انه عمليه انه هنا يعني بعد 3 سنين بعد ما اي تاجر صغير او كبير نزل بحدود من 4 ل 5000 دينار بضاعه، وين نروح فيه؟ مش كاش، كلها ديون. يعني هذول الجماعه كلهم بدون صفوا، هذا كلها مسجون. شو بدي اسوي؟ يعني احنا اللي بنطالب فيه، اللي بنطالب انه رأفة من الحكومه للمواطن الاردني، رأفة بالحكومه انه هذا مواطن يعني بفيد بلده، مش رجل الامن بس بفيد بلده، برضه المواطن هذا الثاني برضه بفيد بلده. مش انه اني البس بدله عسكري وانا هبدا افيد بلدي، لا انا بفيد بلدي، اي بني ادم بفيد بلده. وعدونا بحلول، هم الحلول اللي وعدونا اياها بقول لك انه نعمل لكم حل بديل. حل بديل عباره عن انه لمده شهرين نلاقي لكم حل بديل. حكونا على قطعه الارض هاي اللي جنب وزاره الصحه، حكى المدير المنطقه انه رفض صاحبها ياجرها للاماني بالذات، انه ذكرني بكلمه انه كان هو نائب امين عمان، هو صاحب قطعه الارض، قال انا للاماني ما باجرها. طب نستنى احنا شهرين وين بدنا نروح فيها؟ اقول لك في ناس كانت تسرق وتعبت، لقت قرش حلال انه تصرف على بيتها. في ناس كانت تسرق او هجامه او كذا او خوات، بس لما لقت قرش انه تاخذه بعرق جبينها. فهمت علي؟ صدقني انه لما الواحد ياخذ قرش بعرق جبينه انه ببذرش فيه، بس كرش فيه، بروحش بحبب فيه زي شو اسمه. احنا اقول لك في منطقتنا اللي فوق نظفنا، مش ما نظفناش. فهمت علي؟ بدون تعاون مع الاجهزه الامنيه، بس نظفنا ورتبنا الامور وقلنا هذه الشغلات هاي، والحمد لله. يعني احنا بلدنا بخير، مش بلدنا احنا بدنا كلنا نهجص فيه، لا احنا اللي بنطالب الحكومه انه الحل البديل انه تخلينا هون بس بنظام. فيش شيء بيمشي بنظام. وراح يرجع المنظر حضاري زي ما حكى مدير المنطقه، بريق عمان راح يرجع برضه في النظام البساط، راح يرجع بريق عمان يعني.